مرحبا بكم الى هذا اللايف اللي غادي نحاولوا من خلال في دور المجموعات مباراة غتحدد مصير الفريق الوطني سواء في صدارة المجموعة الثالثة او وسط المجموعة الثالثة هذا ما نتمناوه. مباراة عندها قيمتها، ولو انها بالنسبة لمنتخب هايتي غتعتبر مباراة شكلية، لان منتخب هايتي بعد ما خسر المباراتين المعني اصبح خارج المنافسة. لكن المباراة تعنينا بطبيعة الحال كما تعنينا المباراة الأخرى اللي غتجرى في نفس التوقيت ما بين المنتخب البرازيلي والمنتخب اسكتلندي، لأن ملي كنوصلوا الجولة الثالثة في المجموعات المباريات ديال المجموعة كيوليو يجريو في وقت واحد. على كل حال غنتحدثوا على هذه المباراة، وفي حديثنا على هذه المباراة طبعا غادي نستحضروا ما كان خلال مباراة اسكتلندا، لأنهم ما رجعناش معكم باش نتحدثوا عليها بشكل مستفيض، لكن نبغيو نتكلموا على هايتي من خلال ما افرزته المباراه ديال اسكتلندا. يوسف. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فرحانين بالنتيجه، فرحانين بالاداء اللي الى غايه الان، يعني في جوج مباريات 4 نقاط مع البرازيل كان مستوى مزيان، ضد منتخب اسكتلندا كان مستوى مزيان، ماشي ما كانش، ولكن اللعيب اللي كان عندنا هو كنا جاونا فرص كثيره وما سجلناش، سجلنا هدف وكنا على الاعصاب ديالنا، لانه ملي تجيك فرصه ديال تقتل المباراه خصك تنهيها. انا ما تهضرش على ضياع لي زوكازيون، طبيعي انت توصل وتتخلق فرص اذا راه غادي في طريق مزيانه. دونك هذاك الشيء ديال انهاء الفرص هذاك تيجي مع الوقت ومع مع المدرب ومع الخدمه ديالهم في التيران كذلك. صحيح. المشكل الاخر يعني المهم ما تنتقبلوش هو الانانيه، هو الانسان تيكون حداك وتكون عنده فرصه انه يسجل وانت تبغي تاخذ يعني الفرصه ديالك بوحدك باش تسجل، وصاحبك يمكن في مكان افضل ويعطيه يسجل. هذا الشيء اللي ما تنقبلوش، ولكن نتمنى ان شاء الله هذه الاشياء ما نبقاوش نشوفوها ونصلحوها ان شاء الله. ومباراه هايتي طبعا بزاف يقولوا خصنا نريحوا اللاعبين، خصنا نعطيو فرصه. نعم خصنا نعطيو فرصه للاعبين، لكن خصنا نبقاو عندنا نفس البرانسيب، نفس الفكره، وهي ندخلوا باش نربحوا، باش نبقاو مستمرين في هذيك الديناميكيه ديال المباريات وخصوصا الانتصارات، لان هي اللي تعطيك ثقه اكثر. ما تفكروش حنا في الدور الثاني لا خصنا نقابلوا هذه ولا لا، نلعبوا اللي جا مرحبا في الطريق. الفريق اللي تيبغي يمشي بعيد ما خصوش يخاف حتى شي منافس ويلعب مع الكره كما بغى يكون، سواء لعبنا ضد هولندا او ضد اليابان او ضد السويد. الفريق اللي جا خصنا نكونوا مستعدين ليه، حنا نلعبوا الكره ديالنا ونلعبوا الماتش ديالنا كما خصنا نلعبوا هذا الماتش هذا. ما نديروش حسابات، انا ضد هذه الحسابات هذه، لا خصنا نديروا، خصنا نتفاداو هذه، نتفاداو هذه. وبالعكس كل واحد تيلعب على الامكانيات ديالو، وحنا الحمد لله الى غايه الان غاديين في الطريق مزيانه. دائما ثقه، ولكن الثقه المفرطه ما تنبغيهاش. ديما نبقاو رجلينا في الارض، نبقاو متواضعين. حنا ماشي تهضرش على اللعابه، حنا كجمهور وكمتابعين نعم عندنا فريق، ولكن الاحترام مطلوب، احترام المنافسين، احترام الكل، كل الفرق وكل المنتخبات خصنا نحترموها، ولكن تنثقوا في الامكانيات ديالنا ان شاء الله ويكون على الخير. طبعا باش نكونوا موضوعيين ومنطقيين ايضا، يعني انا كنتصور على ان الفريق الوطني يحقق ما تطلبه منه اي بطوله كيدخل يلعبها. ما جايينش لكاس العالم بحال اللي كنا في سنوات ماضيه وفي دورات قادمه كنقولوا مصاب نلعبوا 4 المباريات، يعني نلعبوا 3 المباريات في دور المجموعات وبعد ذلك نتخطاو الدور الاول ونلعبوا الدور الثاني. اليوم حنا غادي لكاس العالم باش نلعبوا اكبر عدد ممكن من المباريات، يعني اذا كان ممكن اننا نعادلوا عدد المباريات اللي لعبناها في نسخه قطر غادي يكون شيء رائع. فاذا المغاير المنافس احترم الفريق الوطني، المنافس كان يدرك جيدا ان ما بينه وبين الفريق الوطني لا على المستوى الفردي ولا الجماعي كاينه فوارق، فبالتالي ما بغاش يغامر، ما يمكنلوش يدخل ويلعب معك الكره بالطريقه اللي كتلعب بها انت. فاذا اصبحوا مخلصين لعبتهم، عطاونا ديزيسباس، عطاونا الامكانيات اننا نستحوذوا، اننا نسيطروا على نمتلكوا الكره. لكن لغايه الاسف بحال اللي ذكرتي يوسف، سجلنا هدف في الدقيقه 1 و10 ثواني، يعني في 70 ثانيه. كنظن اي منتخب كيتمنى انه يدخل في البدايه ويحقق هذا التقدم، لكن من بعد ذلك غتجينا فرص وغادي نضيعوها لغايه الاسف. فاذا لما كتجي المنافسه ديال كاس العالم
وانت غتمر من ادوار شبه سهله الى ادوار صعبه، بالرغم من انني في كاس العالم كنقول ما كاينش شي حاجه سهله، لكن غندوزو الى مباراه اكثر تعقيدا. وملي كتدوز المباريات اكثر تعقيدا كتكون بحاجه الى انك تتعامل مع انصاف الفرص. اذا هذه النقطه اللي انت شرتي لها نقطه جوهريه تتعلق ماشي فقط بالمنظومه اللعب، لا كتعلق ببعض اللاعبين بعينهم. بعض اللاعبين بعينهم كيكون خصهم يتخلصوا من الكره في واحد اللحظه معينه، عوض انه يمرر لصديق ديالو اللي متموضع بطريقه افضل كنمشيو نقلبوا على الحل الصعب. هذا الحديث على المباراه ديال هايتي اللي كتنتظرنا غدا ان شاء الله، مباراه هايتي في اطار الجوله الثالثه، المباراه اللي طبعا الخيار ديال الانتصار كيبدو فيها خيار استراتيجي ما عندوش ادنى شك. البعض يمكن يقول بانها مباراه سهله، لكن دائما انا كنقول ان المباريات هي مباراه صعوبتها في اننا احنا ما خصناش نصعبوا المباراه لنفسنا، فندخلوا يجب ان ندخل المباراه ورهاننا اننا نحققوا صداره المجموعه. واليوم باش نكونوا واضحين، صداره المجموعه كتفرض واحد المعادلات معينه، اننا في حاله انتصارنا على منتخب هايتي وتعادل المنتخب البرازيلي غادي ناخذوا صداره المجموعه، وبالتالي غادي يبقى الفريق الوطني في الولايات المتحده الامريكيه. في حال ما اذا فاز المنتخب البرازيلي على المنتخب الاسكتلندي، نتمنوا يفوز مثلا ب1-0، خصنا حنا نفوزوا ب4-0 على منتخب هايتي باش نتفوقوا عليه بفارق الاهداف، لان وصافه المجموعه تخلينا نمشيو الى مكسيكو باش نواجهوا الثاني ديال المجموعه السادسه. تنشوف انا خصنا نربحوا، ندخلوا باش نربحوا باش ما ربحنا، المهم نحاولوا نماركيو، سواء ماركينا هدف 2 3، المهم هذاك الشيء اللي ماركينا خصنا نربحوا، والفرص نحاولوا نستغلوها، ومن بعد اللي وقع ديك الساعه البرازيل حتى تفوت هي ب3 ولا 4، ولا حتى لو تصدرات المجموعه انت مطالب خلاص خصنا نمشيو، لا كان مطالب خاصنا نمشيو وما تكرسينا، يعني ما حققناش صداره المجموعه، حتى ثاني المجموعه غادي نلعبوا مع فريق كما قلتي غادي نغادروا الولايات المتحده، هذا ماشي مشكل. نبقاو في هذيك الديناميكيه وفي هذاك التركيز، خصوصا قبل كل مباراه ناخذها بحده، ودائما كما قلنا ودائما يجب احترام المنافس كما كان تكلم السي بدر الدين على المنافس، خصنا نحترموه وخصنا ديما كما بغى يكون، يعني هايتي برازيل اسكتلندا نلعبوا بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب بنفس التركيز نلعبوا به، ما يكونش هذاك تشوف السميه الهايتي مثلا نقولوا لا فريق ماشي شي فريق يعني نحطوا رجلينا، لا خصنا نلعبوا بهذيك الجديه وبهذيك بالعكس، نبين باش نبقاو غاديين وتنطوروا في المستوى ديالنا ان شاء الله حتى الدور الخروج المغلوب ان شاء الله في الدور المقبل، ونتعرفوا على المنافس ديالنا ان شاء الله في الدور ديال السدس عشر دور 32. طيب يوسف انت بعد متابعتك لمباراه اسكتلندا شفناه، يعني مباراه اسكتلندا اختلفت كثير على المنتخب على مباراه البرازيل، باعتبار ان المنافس مختلف. يعني الا كنتي لعبتي ايغاليتي ضخم، يعني في نفس الاسلحه اللي كتحارب بها مع المنتخب البرازيلي تكتيكيا وفرديا كانت عندهم هما ايضا، لكن مع المباراه ديال اسكتلندا اختلف الامر. فشنو خصنا نصحوا في نظرك من ما كان خلال مباراه اسكتلندا؟ لان مباراه اسكتلندا صعبناها على راسنا اكثر ما صعب علينا المنافس. شوف هو تنظن الاداء الجماعي كان مزيان، لا بوسيسيون لي الاستحواذ كنا مزيانين، مع العلم ان اسكتلندا عندهم لاعبين على المستوى الكبير، راهم عندهم لاعبين تيلعبوا في الدوري الانجليزي، عندهم في الدوري الايطالي، عندهم لاعبين تيلعبوا كذاك في الشامبيونشيب في الدوري الدرجه الثانيه. رغم ذلك حنا ديما كنا مستحوذين، كنا تقريبا واحد 60% 65% مستحوذين وخلقنا فرص. المشكل الوحيد اللي عندنا هو اضاعه فرص، مش اضاعه فرص. انا نقول عاوتاني انت ما كتكلمش على اضاعه، مزيان نخلق فرص ونضيعهم، لكن انت كتكلم في البناء الهجومي بعض المرات ما تيكملش، خاصه عندما كتكون ضروره ان لاعب يمرر للزميل ديالو هو في وضعيه جيده. هذا هو المؤاخذه اللي عندك انت على هذه المباراه. على هذيك المباراه نعم، لانه ماتش بحال هذاك على الاعصاب اللي كانوا، وشفناهم هذيك 10 دقائق الاخرى ولينا على الاعصاب، راه كانوا يشمتونا في هدف عامل والو، يعني بقى 6 دافع يضربوا كره قدام شي كوفيه تجي قدام شي واحد ضرب في يد شي واحد بيلانتي ولا شي حاجه، هذا الشيء وقع. علاش نوصلوا حتى لهذاك الشيء وانت عندك فرصه انك
احسن من المباراه. الماتش. دونك هادشي اللي ما تنقبلوش انايا. اما الفرص راه تضيع، راه كلشي تضيع الفرص. راه منين شات الميموني ولا شات سميتو حتى سيباري ملي شات والقائمه ردا. هذاك الشيء ما تهضروش عليه، لحقاش هادشي تيجرى في كره القدم. اللي خصو يتصلح وخص اللاعبين يعرفوه. ونتكلم على ابراهيم ديريكت، لانه بلا ما نبقى ابراهيم خصو يكون اكثر ايجابيه مع اللاعبين، رغم انه كان مميز وكان مزيان وهضرنا عليه مزيان وكان صاحب 2 تمريرات البرازيل، لكن في بعض الاحيان اوكي انت باغي تماركي، ولكن احيانا راه انت لا دوزتي كره بحال ماركيتي، خصك تفكر في المجموعه، تفكر في الفرقه اكثر.